بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمتنا أجمعين. هنعمل مع بعض خبز هش طري، خبز بريوش بمنتهى السهولة واللذاذة. ربع كوباية من الطحينة وربع كوباية من المية، عدد 2 بيضة، قطعة جبنة قريش متوسطة، يعني هي أكتر من الربع بشوية، معلقة صغيرة من الخل. الخميرة بحط حوالي ربع معلقة بس عشان الطعم والتست بتاعها بيكون أحلى مع المخبوزات، وربع قصدي معلقة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة أو نص معلقة غير ممسوحة، المعلقة الهرمية العادية. هناخد كل المكونات ديت مباشرة كده على الكبة كلها مع بعضها، أو على الخلاط لو في أي طحينة أو أي حاجة نازلة كده نقلب، وهنضربها تاني لغاية ما يبقى معايا قوام سائل مفيهوش أي تكتلات. التكتلات بتكون من الجبنة، فالأحسن إن احنا نفكها. وعلى فكرة ممكن نستبدل الجبنة القريش بأي نوع جبنة كريمي يكون مناسب للدايت بتاعكم. أدهن الطواجن بتاعتي. ميزة ان انا استخدم طاجن ان بيخلي شكل الخبز معتدل متساوي، مش محتاجة ان انا اظبط حاجة، خاصة ان العجينة بتاعتي سايلة زي ما انتوا شايفين. على الوش ممكن تحط اي نوع من انواع البذور او السمسم او حبة البركة. وكالعادة بندخله الفرن يكون سخن، بياخد من 15 ل20 أو 25 دقيقة بالكتير. مش بحط شواية، هو برفعه على الرف اللي فوق، فبياخد لون من فوق ومن تحت في وقت واحد. عشان هو ما فيهوش قشور سيليوم، فالتسوية بتاعته بتبقى مظبوطة جدا جدا، بيطلع بالشكل القمر الحلو دوت. دهنين الطواجن كويس ومفيش حاجة بتلزق فيها، بيطلع معايا خبز طري وهش ولذيذ. ممكن استخدمه في التغميس، وممكن كمان اعمل منه سندوتشات. وممكن نفس المكونات بتاعة العجينة لما تاخد لون كده في الفرن احط عليها توبنج واعمل منها احلى بيتزا. اي نقط بيضة هتشوفوها جوه الخبز دي بتكون ان الجبنة ما اتضربتش كويس، ما فرمتش كويس مع العجين واحنا بنعمله مع الطحينة وباقي المكونات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين.